عاجل، ألف مبروك، جلالة الملك يتدخل، والإعلان رسميا عن إعادة مباراة المغرب والسنغال ومعاقبة المدرب السنغالي. لن تصدق ماذا حدث، ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن المغرب تعرض لأكبر ظلم في التاريخ أمام السنغال، فاضغط إعجابا لهذا الفيديو، ولا تنسى يا أخي في الله تعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. ما حدث في مباراة المغرب والسنغال لم يكن مجرد نهاية مباراة، ولم يكن مجرد خسارة لقب، بل تحول في ساعات قليلة إلى قضية رأي عام رياضي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، ولامست جوهر العدالة الرياضية وسمعة الكرة الإفريقية أمام العالم. منذ صافرة النهاية بدأت الأسئلة تطرح بقوة: هل ما وقع كان تنافسا رياضيا طبيعيا، أم أن المباراة خرجت عن إطارها بفعل الاحتجاجات، الفوضى والضغط غير المقبول الذي رافق اللقطة التحكيمية الحاسمة؟ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تنتظر طويلا، تحرك فوري، اجتماعات طارئة، وجمع دقيق لكل الأدلة المتاحة، تقارير الحكام، تسجيلات الفيديو من زوايا متعددة، تقارير المراقبين، وشهادات رسمية حول ما رافق تنفيذ ركلة الجزاء من تشويش، احتجاجات وضغط نفسي غير مسبوق على اللاعبين. مصادر مطلعة أكدت أن الملف المغربي لم يقدم بلغة الانفعال، بل بلغة القانون. لم يكن حديثا عن التحكيم فقط، بل عن إفساد أجواء مباراة النهائية والتأثير المباشر على سيرها في لحظة مصيرية. في خضم هذا التصعيد دخلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في اجتماعات مغلقة وسط انقسام حاد داخل أروقتها. هناك من رأى أن ما حدث لا يمكن تجاوزه ببيان عادي، وهناك من حاول احتواء الأزمة خوفا من سابقة تاريخية. لكن الملف لم يبقى إفريقيا فقط. الفيفا من جهتها تابعت التطورات لحظة بلحظة. مصادر إعلامية دولية تحدثت عن اجتماع عاجل ضم مسؤولين كبارا في الاتحاد الدولي وخبراء تحكيم وشخصيات وازنة داخل المنظومة الكروية العالمية لمناقشة ما جرى في النهائي الإفريقي. وفي قلب كل هذا كان هناك عنصر بالغ الأهمية: اهتمام ملكي مباشر بالمنتخب الوطني. جلالة الملك محمد السادس المعروف بدعمه الدائم للرياضة الوطنية تابع تفاصيل ما جرى، ليس من منطلق نتيجة رياضية، بل من منطلق حماية صورة المغرب والدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص. وجاء في بيان لجلالته: أيها المغاربة والمغربيات، لقد تابعت كما تابعتم جميعا مسار منتخبنا الوطني في هذه البطولة القارية، وكنت حاضرا بين الجماهير أشاركهم الفرح والأمل، وأشعر بكل نبضة من نبضات قلوبهم مع كل دقيقة لعبها أسود الأطلس فوق أرضية الميدان. أعلم أن الهزيمة كانت قاسية، وأن ما وقع أثار الكثير من الجدل والغضب والتساؤلات، لكنني أود أن أقول لكم بكل وضوح إن لاعبي منتخبنا قدموا ما في وسعهم، قاتلوا بشرف، ودافعوا عن الراية الوطنية بكل قوة وإصرار، ولم يقصروا في شيء. لقد رأيت في أعينهم العزيمة، ورأيت في وجوههم روح المغرب، روح الأمة التي لا تنكسر مهما كانت الظروف. هؤلاء اللاعبون يستحقون كل الدعم والتشجيع، لأنهم حملوا اسم المغرب بفخر أمام القارة كلها، ورفعوا رايتنا عاليا في الملاعب الإفريقية والعالمية. أما بخصوص ما أثير من جدل حول التحكيم والأحداث التي رافقت المباراة، فإن المغرب لن يقبل أبدا بالظلم، ولن يتنازل عن حقه في الدفاع عن مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة. وقد وجهنا الجهات المختصة لمتابعة كل التفاصيل والتعامل مع الملف بروح المسؤولية والاحترام، بما يضمن كرامة الكرة المغربية ويحفظ حقوقها. لكنني أؤكد أيضا أن كرة القدم يجب أن تبقى وسيلة للتقارب بين الشعوب، لا سببا للفرقة والعداء. إفريقيا تجمعنا، والتنافس الشريف هو ما يجعل الرياضة عظيمة، وليس الخلاف أو الكراهية. أيها المغاربة، ارفعوا رؤوسكم عاليا، فمنتخبكم جعل العالم يحترم المغرب، وأظهر للعالم أننا أمة لا تعرف الاستسلام. هذه الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل خطوة جديدة نحو مستقبل أكبر وألقاب قادمة بإذن الله. كونوا فخورين بأسود الأطلس، وكونوا دائما متحدين خلف علمكم ووطنكم. مصادر موثوقة تؤكد أن جلالة الملك شدد في إطار مؤسسات رصين على ضرورة احترام العدالة والقانون، وعلى أن الرياضة لا يجب أن تكون مجالا للفوضى أو للضغط غير المشروع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتخب يمثل أمة كاملة. هذا الاهتمام الملكي أعطى قوة إضافية للتحرك المغربي، ورسالة واضحة مفادها: المغرب لا يطالب بامتياز، بل يطالب بالعدل فقط.
وفي خضم هذه التطورات خرجت تصريحات متداولة من داخل الكاف تؤكد أن القرار النهائي دخل مراحله الأخيرة، وأن كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، من بينها إعادة المباراة في ملعب محايد أو داخل المغرب، اتخاذ عقوبات انضباطية قاسية، تحميل المسؤوليات لكل من ساهم في شحن الأجواء وإفساد النهائي. في الوقت نفسه بدأت أصوات داخل السنغال نفسها تعترف بأن ما حدث لا يشبه كرة القدم، وتداولت وسائل إعلام إفريقية ودولية تصريحات منسوبة لنجوم سنغاليين على رأسهم ساديو ماني عبر فيها عن أسفه لما آلت إليه الأمور، مؤكدا أن الأجواء خرجت عن السيطرة وأن النهائي لم ينتهي بالصورة التي يتمناها أي لاعب. ماني حسب ما تم تداوله شدد على احترامه الكبير للمغرب وللاعبيه، وعلى أن المنافسة يجب أن تحسم داخل الملعب لا عبر الفوضى أو الضغط. كل هذه المعطيات جعلت القضية تتجه نحو منعطف تاريخي، قضية لم تعد مباراة بل اختبار حقيقي لمصداقية الكرة الإفريقية ولمدى قدرة مؤسساتها على اتخاذ قرارات شجاعة. والآن ووفق ما يتم تداوله داخل أروقة القرار، فإن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، قرار قد يعلن رسميا في أي لحظة، قرار قد يغير مجرى هذه البطولة ويعيد كتابة نهايتها. هل سيتم الإعلان عن إعادة المباراة؟ هل ستكون هناك عقوبات غير مسبوقة؟ وهل يكون ما حدث نقطة تحول في طريقة التعامل مع مثل هذه الفضائح مستقبلاً؟ الأكيد أن المغرب لم يصمت، وأن الحقيقة لا يمكن دفنها، وأن العدالة وإن تأخرت لا بد أن تأتي. الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة وربما تاريخية. كل الأنظار متجهة الآن إلى القرار المنتظر، قرار قد يعيد الاعتبار لكرة القدم الإفريقية أو يفتح بابا جديدا من الجدل لا يغلق بسهولة. ما حدث لم يعد سرا، والضغط أصبح أكبر من أن يتم تجاهله أو التستر عليه. المغرب قال كلمته وقدم أدلته ووقف موحدا خلف منتخبه، رافضا الظلم ومتمسكا بحقه حتى آخر لحظة، لأن العدالة في كرة القدم ليست شعارا يرفع بل مبدأ يجب أن يطبق مهما كانت النتائج ومهما كانت الأسماء. الآن ننتظر ما ستقوله الساعات القادمة، وننتظر إن كانت الحقيقة ستأخذ طريقها إلى العلن، أم أن الصمت سيحاول مرة أخرى أن يغطي ما لا يمكن تغطيته. شيء واحد مؤكد: المغرب لم يهزم، والقصة لم تنتهي بعد. اللهم احفظ المغرب وشعبه وملكه، واجعل النصر حليفه في كل مكان، وحقق له الحق والعدل في كل موقف. اللهم قوي قلب اللاعبين وثبت أقدامهم على الطريق الصحيح، وامنحهم التركيز والشجاعة في كل مباراة. اللهم اجعل الحق ظاهرا والظلم زائلا، وانصر المغرب على كل من يحاول إلحاق الضرر به، وارزقهم الفرح والانتصار، وبارك في كل من يحب هذا الوطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مزدهرا، واحفظه من كل سوء، ووفقهم لكل خير، واملأ قلوبهم بالطمأنينة والفرح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.